اخر فرصه للاتنين المدربين سواء يوريتيتش مع بيراميدز او خوسيه ريبيرو مع النادي الاهلي هو ماتش الاهلي وبيراميدز اللي جاي. طيب هل ده لما نقوله يبقى انت كده بتتعامل بالقطعه ما بين كل مدير فني والتاني؟ الفكره لا، الكل بينتقد يوريتيتش وشايف ان يوريتيتش طلع كل اللي عنده، ضيف لده النتائج اللي بيراميدز الظاهر بيها. وانا اتوقع حتى كده وانت مغمض مع اول جولتين ثلاثه في الدوري ان الاتنين عرضه للاقاله في اي وقت، سواء مدرب الاهلي او مدرب بيراميدز. وان كان ممكن تكون فرص اللي موجوده عند ريبيرو افضل شويه من يوريتيتش. ليه؟ لان دايما يوريتيتش واضح ان هو يعني خلاص هو عارف انه كده كده ماشي، فما تحسش ان عنده الرغبه قوي او ان هو بيكاتشن المباراه بطريقه ممكن تخليك تحس ان بيراميدز ممكن يكسب او اسلوبه يتطور. لكن ريبيرو الفكره عنده انه بيقدر يلعب قدام الفرق الكبيره، صحيح هو تعثر قدام فرق صغيره بسبب التقفيل وانه ظهر ان هو ما عندوش حلول وما عندوش شغل ممكن تكتيك يتعمل على مستوى التبديلات او تغيير طريقه اللعب عشان يقدر يوصل بيها لمرمى المنافس. لكنه دايما في الفرق الكبيره اللي ما بتقفلش قدامه، شفنا ده في كاس العالم للانديه بيلعب قدامهم كره كويسه وجميله. طيب هل معنى فوز الاهلي على بيراميدز ده هيؤكد بقاء المدير الفني؟ هيؤكد بقاء المدير الفني بشكل مؤقت، لكني اتوقع ان هو مش هيكمل مع النادي الاهلي الموسم. فرق كبيره، فرق البطولات ما عندهاش استعداد انها تصبر على حاجه، والمعيار الوحيد هو النتائج اللي اهم من الاداء.